اللي انا لابسها برجلي. ولا خلي ببالك انا لا طلعت معي بنات على اللايف. انا ما طلعت معي بنات انشهرت بفخادن. شوف ركز على كلامي الله يرضى عليك. المصاري اللي عم تاكلها اهلي والمصاري اللي عم يشربوا وياكلوا فيها هي من عرق جبيني. ما حدا له عندي بكل الكرة الارضية. هذا رزقي وانا يلي بنيته وانا يلي تعبت عليه وانا يلي وصلت لهون. بيجي شقفة واحد عنده بوري بيجي بيقول لك انت درامة شو حبيبي؟ ركز وفتح مخك منيح. عرف انت مع مين عم تتعامل؟ انت عم تتعامل مع شخص بيحترم شعبه، بيحترم الناس اللي حواليه. انا بحترم الناس اخي العزيز. انا ما بروح بصور فقير لحتى اجيب لك فيه مشاهدات. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. وانا ما عم بقصد اي يوتيوبر اخواتي، ولكن الموضوع اليوم زاد عن حده. غريب انت شو شفت مني يا اخي؟ هي الشاشة صلى قديش يا زلمة. انا احتراما لإلكن واحتراما لديني لك واحتراما لأهلي واحتراما لشعبي لك ما كنت تجيب بنت تعمل فيها مقلب تقلد صوت، رحت جبت ولد بقلد صوت بنت. يا زلمة ركز منيح الله يرضى عليك. بس انتوا بتحبوا التفاهة عمي. وين في واحد تافه اليوم؟ وين في واحد زبالة بتلاقيه مقضي لك اياه استغلال بالعالم واستغلال بما بعرف شو، بتلاقيه والله هو اللي بينضرب فيه المثل. ما عم بقصد حدا، لا تروح تلف وتألف على كيفك الله يرضى عليك. والله ناس لا بينفع معكم الاحترام ولا خرا. تعال عمي انا رح احكي كل شيء. شوف والله العظيم وعزة جلالة الله هي أول مرة بطلع فيها بهي الحالة أنا على اللايف. والله العظيم هي أول مرة وعزة جلالة الله بوصل لهي المرحلة على اللايف. شو بدك مني أنت؟ بدك ياني امسك هي الكاميرا وروح على المخيم وصور أهلي لك يا زلمة لحتى تقول الله يبارك فيه. لك يا زلمة قديش كنت تافهين. لك شو هالمجتمع يلي وصلنا له نحن اليوم يا زلمة. شو لك شو هالقمة التفاهة يلي وصلنا لها لك أمة الله. لك أنا سوري يا بني آدم. هذا يلي بالمخيم لك من نفس بلدي من نفس منطقتي. لك هالمرة بدي احترمها بدي احترمها بدي احترمها. بتعرف شو يعني بدي احترمها؟ ما فيني يا حمار يا جحش. أنا كإنسان أهله مربينه وكإنسان طلع من هي البيئة ما فيني امسكها لهي الكاميرا وروح صور يا جحش يا حمار. افهمها إذا فيك تفهمها. فهمها ما فيني فوتوا لهذا المخيم بهي الطريقة يا جحش. فهمها من المنطقة نفسها. أنا امبارح كنت مثلهم اليوم أنا وصلت لهي المرحلة. بدك يعني اجي يتمنن عليهم؟ بأي منطق؟ بأي دين؟ وين موجودة هي؟ أنا بدي أدخل على المخيم وصور لك المخيمات. ليش؟ أنا بدي أطلع مرة. هي المرة أنا كيف بدي أطلعها عندي على الفيديو؟ كيف؟ بأي حق؟ بأي منطق؟ مين أنا؟ أنا يوتيوبر. أنا مالي شخص بشتغل بالأورينت، مالي شخص بشتغل بالجزيرة. ليس واجبي أنا كيوتيوبر روح صور هي الناس. احترمهم لهي الناس. احترمها. هي الناس سورية احترمها. ابن عمها موجود بغير بلد
ما بيحب امه. يا اخي ابنه موجود ما بده يشوف امه على قناتك باليوتيوب، انت ليش بتصور؟ ليش شوفوني انا منيح؟ ليه انت بدك الناس تقول عنك منيح ولا بدك رب العالمين اللي يقول عنك منيح؟ غريب. صار اليوم تطلع الناس تقول لك اليوتيوبر الفلاني صرمايته بابن سوريا. لك يا قديش انا ما بصور ابن بلدي، ما بصوره لك اخي. انا اهلي علموني فعل الخير يمينك يسارك، ما لازم تضرب يمينك، هذا الشيء اللي تربيت عليه. غريب اليوم انا صرت شخص تافه قدام العالم. ليش اخي انا شخص تافه؟ ليش انا اليوم البوستات عم تنزل هالقد فيني اكبر يوتيوبر سوري؟ يا زلمه انا بطلع 60-70 الف دولار بالشهر، عزان اني اعطي كل شهر 30 الف دولار لاولاد بلدي واقعد اصور لك فيديوهات واعمل. بس هل هذا منطق؟ يا زلمه هل هذا منطق؟ اخواتي؟ اليوم السوري يا زلمه يصور بابن بلده انه محتاج، فوق ما الحرب اجت عليه، فوق ما الدنيا اجت عليه، فوق ما الذل اجى عليه، فوق ما المطر اجى عليه، فوق ما الخيمه اللي اجت عليه، اجى لسه اليوتيوبر يا زلمه ماسك كاميرا وجاي عم يصور فيه. بحكمك شو؟ بحكمك يوتيوبر؟ عامل حمله؟ ايه انا بنت عمي ليش تطلع بهي الحمله؟ انا اخي ليش يطلع بهي الحمله حبيبي؟ ليش؟ عم تقلي انا اذا ما ساعدت غير؟ لا، نحن كل يوم بنشوفهم على القنوات الاخباريه، كل يوم بنشوفهم. الاورينت كل يوم بتطلع خبر شكل، الجزيره كل يوم بتطلع خبر شكل، البوستات معبايه الفيسبوك، معبايه الانستغرام، مجموعات خيريه ما هب ودب. انت كيوتيوبر شو شكك بالموضوع؟ شو شكك بالموضوع اخي؟ ولا شو هي جابت مشاهدات؟ يلا شوفونا. لا وصار ينضرب فيه، لك صار ينضرب فيه المثل على حساب اليوتيوبر الثاني يا زلمه. انا اكون طالع لايف يجي واحد يقول لي شوف فلان شو عمل، شوف جانت شو عمل. انا ما فيني لك اخي، انا ما فيني. انا ابن لهي المنطقه، ابن لهي البلد، انا منا وفيها. لك يا باشا انا لما بروح لعند بيت عمي هذا ما بيكون موجود هيك فاتح انا وفايت لعند مرت عمي، فاتح الفيديو وفايت عليه. ليش؟ عيب، حرام، ما بيجوز. بدي اسالك سؤال، امنتك بالله فينك تصور اختك انت وعم تعطيها مصاري؟ رح تقلي لا. شلون هانت عليك هي العالم؟ شلون هانت عليك هي المرة؟ شلون هان عليك هذا الطفل؟ انا وحدة من الايام كنت انا واهلي 24 يوم بحديقة تشرين بالشام مشردين، انا وامي واخواتي، امي واخي واختي وانا. لو اجا يوتيوبر وصورها لهي العيلة وانا مع الايام كبرت وليك وين وصلت، وانا الفيديو موجود على اليوتيوب، بدفع عمري وكل شي بملكه وكل شي بحيزتي بس اشيل الفيديو من اليوتيوب. عار لإلي، عار لامي، عار لاختي، عار لاخي. هيك بتحبوا مين يصور؟ عادي. واذا انسان حكى بتقولوا والله دراما. درامة شو؟ ما اهلي عم يتصوروا. درامة شو يا زلمة؟ كرامة الله ولو، كرامة الله ولو يا زلمة. يلعن اخت المصاري، ليلعن اخت الشهرة يا زلمة، ليلعن اخت كل شي. ما تخلوا هي الشغلات تضغط علينا اخواتي، نحن ناس عنا عادات وتقاليد. الله يرحم دينكم، الله يرحم اهلكم، الله يا اخي. بس يا رب يا رب يا رب طلعنا من هالازمة اللي نحن فيها، يا رب طلعنا من هالحالة اللي نحن فيها. يوتيوبر حقه نص فرنك، نص فرنك بسنة الغلا يا زلمة، صار يطلع ويصور على حسابنا وينضرب فيه امثال فينا يا زلمة. شاهد اليوتيوبر الفلاني صرمايته بابن سوريا. ليش صرمايته بابن سوريا اخي؟ ليش؟ ليش صرمايته فيني؟ انا شو سويت؟ انا شو عملت؟ يا زلمة انا شوف انا حاتصل بشخص، اللهم ليس رياء،
اللهم ليس رياء، اللهم ليس رياء، اللهم ليس رياء. بس اخواتي انا تعبت، انا تعبت يعني تعبت، وصلت لمرحلة انا تعبت. يعني الناس يا اخي انت شو بتعمل؟ شو بتصور لك؟ انت شو بدك فيني لك اخي؟ يعني انت شو بدك فيني؟ انا شو عملت لك؟ انا عملت شي لرب العالمين بيني وبين حالي، عملت شي لاهلي. شوف باشا لأقول لك شغلة، انا اذا بعمل فعل خير، وانا اذا بعمل شي صدقة عن مالي، فقط بحق لي بديني وبالمنطق اللي انا متعلمه قول لزوجتي ولاطفالي فقط. رح تقلي ليش؟ عشان زوجتي تتعلم مني، وعشان طفلي يتعلم مني. بس طفلي ما بيصير يقول لاخوه، عشان ما يصير موضوع رياء. يعني اذا ابني صار شاب وعمره فوق ال20 سنة او اللي هو، وعطى لزميل له صدقة عن ماله، خلينا نقول مثلا 1000 ليرة، ما بصير يجي يقول لاخته، بصير يجي يقول لامه ولابوه، بس لاخته ما بصير يجي يحكي، عشان ما تصفي موضوع رياء. يروح يقعد بينه وبين اخواته ويقول انا اعطيت اليوم لرفيقي احمد 1000 ليرة صدقة عن مالي. لا هذا ما صفى فعل خير يا ما صفى فعل خير. انا اسمي ابني لسه بده يجي، شو اسمه ما بعرف. ما صفى فعل خير يا بابا. ليش عم تحكي هيك قدام اخواتك؟ بس انتوا بتحبوا الانسان اللي بيطبل واللي بيزمر، بتحبوا الانسان يلي بيمسح جوخ، انتوا بتحبوا الانسان يلي بيصنع شيء فقط لإلكن وليس لرب العالمين، وليس لرب العالمين. اخواتي صارت الناس اليوم هم البشر، ما صار هم رب العالمين، ما صار هم رب العالمين. انا هذا الشيء عم شوفه صرت اختنق لك. صارت سلسلة صارت باليوتيوب، سلسلة. يا زلمة اي يوتيوبر عنده مشاكل وعنده قصص بدك الناس تحبك، ايه باشا عيارك كاميرا، اذن من معبر باب السلام او اذن من معبر باب الهوى، ايه تنزل على اي مخيم قريب طقطيش تصور. شوفوا ايه انت هذا محتوى اخي، هذا مو محتوى، هذا مو محتوى انت تطرحه باليوتيوب. هي ناس الله يعينها لك، هي ناس يا زلمه تجار فيها لك. تركني ولو والله العظيم تركني يا زلمه. بس هي قدامكم انا حاتصل بشخص. شوف باشا انا ما بعرف اذا الزلمه كمان بيسمح ولا لا. كمان ما اخذ اذنه للزلمه ولا شيء. تفضل. هي بس شو اخواتي لحتى انتو شو تكونوا مرتاحين، ها بس لحتى انتو تكونوا مرتاحين. الله يوفقكم. كل شيء الا انتو، لا كل شيء الا انتو. معه مكالمة الزلمة. كل شيء الا انتو. صفينا اليوم نحن اي شيء بدنا نعمله بهي الحياة لازم شو نعمله للبشر، بس شيء نعمله لله ما ضل اخي. يا سامر خالد كيفك؟ يسعد صباحك يا رب. ان شاء الله بخير صديقي. داعي لك يا رب. باشا السؤال، وانا بدي اخذ اذنك انه هذا الشيء انا يعني ينبس عندي مثلا انه الناس تسمعه من خلالي من يوتيوب او عندي بالفيسبوك او غيره. عندك مشكلة؟ لا باشا حضرتك شو بتشتغل؟ صراف مكتب حوالات. طيب باشا انا الله يرضى عليك بس من عندك شيلني من الناس الثانية اللي انا ببعت من عند غيرها. باشا انا شو تكلفتي الشهرية كل شهر؟ ما يقارب احيانا توصل $20,000، احيانا $17، احيانا يعني يتجاوز المبلغ شوي او ينقص شوي، بس تقريبا من عندي انا اللي بيطلع حساب الي عندك شيء 20 ل 17، زايد شوي ناقص شوي. طيب ماشي خالد الله يعطيك العافية. بس باشا انا هي الاموال استحلفك بالله مين في شخص من بيت وحود بيستلم؟ استحلفك بالله مين في من بيت وحود بيستلم؟ الاسماء اللي تجيني بشكل عام ايوه ما فيها كنية وحود، بس
ما في اسماء متشابهه بشكل عام يعني، وكل عم تروح مبالغ صغيره نوعا 500 200 300 400 200 500. تمام باشا، تمام الله يجزيك الخير، الله يجزيك الخير يا خالد. ماشي باشا. لا بدك كشف؟ لا تبعت لي لا كشف ولا شيء اخي. انا يا جماعه لا بنشتغل بكشف ولا بهالمسخره كلياتها. سيدي على خير حبيبي يا ابو على خير. يلا يعطيك العافيه خالد. باي 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 باي. اخواتي هذا الزلمه اسمه خالد المختار، مكتبه بمرسين بنزلة البلديه. اي بني ادم تفتح تمك روح اسال، روح شوف، لا تجي يا زلمه تتنظر علينا. يا زلمه انا اخر شيء الرسم بهي الصوره لك امه الله. انا هي اخر شيء اخر ايامي الرسم بهي الصوره لك باشا. الشيء اللي عم تصنعه العالم نحن عم نصنعه باليوم. الشيء اللي عم تقدمه العالم نحن عم نقدمه باليوم. بس نحن ما منصور يا بني ادم، ما منصور. بنحترم عاداتنا، بنحترم اهلنا، بنحترم الناس، بنحترم ديننا، بنحترم الطبقة يلي نحن فيها. لك بحترم اختي، بحترم بنت عمي، بحترم عمي، بحترم اخي، لك بحترم الناس. انتوا وين عايشين؟ انتوا بأي كوكب موجودين؟ كرامة لله يا زلمة، كرامة لله. حلوا عني، لك حلوا عني بقى، حلوا عني يا زلمة. انا ليش تعبت افرجيكن؟ انا ليش تعبت الكن؟ ليش؟ انتوا مين اخي؟ انتوا مين لحتى اصور لكم؟ انت باي حق بدك يعني فوت عند عيلة فقيرة وانا عم صورها؟ شو بدك تقول عني؟ بدك تقول الله يجزيك الخير؟ بدك تقول الله يبارك فيك؟ انا بنغنى عن كلامك اخي، انا بنغنى عن كلامك يلي انا صانعه لحتى انت تحبني. انا مالي طالب منك تحبني، انا ماني طالب منك، انا طالب منك تشوفني على حالتي. اذا حبيتني، ما حبيتني هذا الشيء راجع بايدك. هي اخونا خالد المختار كمان محمد. الله يجزيك الخير يا محمد، والله العظيم يا محمد انا ما ردت احكي بهالامور يا ابن الحلال. لك ما ردت الله وكيلك يا رجال. شي بنفرز، لك شي بنفرز يا ابن الحلال. اليوم الشاطر بيطلع بحطني ببوز المدفع، الشاطر بيطلع بحطني ببوز المدفع يا زلمه. انت مين مفكر حالك لك حبيبي؟ انت بدك يعني انا اجي صور لك؟ انت مين انت انا الشيء اللي وصلنا له من عادات وتقاليد وشخص محافظ على الاصول انت بدك الاف السنين لحتى توصل له. انا ما رح احكي اخي خلص. اخواتي وصلنا لنهاية اللايف، الله يسعدكم ويوفقكم. انا هي اول مرة بوصل لهي الحالة باللايف، بس والله شي بيخلي الشخص من جوا ينحرق دمه، شي بيخلي الشخص من جوا هيك يتاكل لحمه. انا يا اخي ما عم بدي احكي بالمواضيع. انا المواضيع اللي فاتت ما عم بدي احكي فيها. انا لا رح انشر يوتيوب، لا رح انشر شي. صرت حاكي بالموضوع 1000 مرة. حاج لا بقى السفقوا للناس اللي عم تستغل فينا وتنشر فينا. لا بقى السفقوا. مو كل شي بيلمع ذهب اخي العزيز، مو كل شي بيلمع ذهب. بدك تطلع على معدن الانسان من جوا، بدك تطلع على الانسان اللي بيفعل فعل لرب العالمين وليس للعبد. كل الافعال الموجوده اليوم الا من رحم ربي على السوشيال ميديا هي للعبد، وهي لارضاء الناس، وهي لغايه شوفوني انا شخص كويس. انا ما عم بقصد يوتيوبر، بينما انا عم بقصد الكل يلي استغلنا. كل شخص حطنا واستغلنا وجاب سيره سوريا وسوره السوريين وسوره كل انسان فقير. الله لا يسامحك ليوم الدين، الله لا يسامحك، لانه ما شغلتك تجي تتسلق على كتافنا، ما شغلتك تجي ترسلنا بهي